السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. واللي بيشوفني لأول مرة ولسه مشتركش في قناتي، ياريت يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل وصفاتي أول بأول. هنعمل مع بعض بقى المحشي الجميل ده بكل تفاصيله، من أول السلق الكرنب لحد التسوية اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله طالع جميل جدا ومستوي وحلو قوي. هنعمله بقى مع بعض. معانا الكرنب اهو، انا جبته هنبدأ بقى نقطعه عشان نجهزه للسلق. اول حاجة بقى بتجيب الكرنبة كده وتشيل الراس بتاعتها بالطريقة دي، تحط السكينة تحت الراس كده وتقطعيها وتطلعيها بالطريقة دي بكل سهولة. والورق اللي باين معاكي كده اللي تقدري تشيليه بالسكينة شيليه برضو كده. زي ما انت شايفة كده خبطة صغيرة كده على العرق بتاع الورقة تطلع معاكي بكل سهولة. اللي تقدري تشيليه اللي هو طالع كده باين يقدر ينفع يتشال بالسكينة شيليه. هيفضل معاكي في الاخر الكرنبايه كده اللي هي بيبقى ورقها متماسك كده، متقدريش تشيليه. ما تحاوليش تشيليه بالسكينة بقى علشان ما يتهريش معاكي. وتلف السكينة حوالين بقية راس الكرنبة كده من جوه زي ما انت شفتيني بعمل، وطلعيها بسهولة. على النار بقى كنت حاطة مية بتغلي، حطيت فيها معلقتين ملح ومعلقة كمون. وهننزل بقى بالكرنبة بتاعتنا كده، ننزل من ناحية العناقيد بتاعتها كده في المية دقيقتين ونقلبها. ما تسلقيش الكرنب كتير عشان ما يتهريش منك، هو ما بياخدش وقت. وتبدأي بقى تطلعي كده واحدة بواحدة. طب برضو الورقة اللي عليها الدور هتلاقي الكرنبة فكت معاكي بكل سهولة. لو مش قادرة تستحملي النار بايديكي بقى، زي مش كله يعني يقدر يستحمل، هاتي ماسك زي ده كده وابدأي طلعي بيه بالطريقة دي. هتلاقي كل واحدة اللي عليها الدور كده هتطلع معاكي بسهولة. ما تحاوليش تجيبي من جوه في الاول عشان برضو الكرنباية ما تتهريش معاكي. هتاخديه بقى خلاص كده، ما هي مش هتاخد معاكي 3 دقايق على النار وهتكون اتعملت. وهنعمل التانية برضو بنفس الطريقة. انا جايبة كرنبتين وسط كده، انتي بقى حابة تجيبيها كبيرة برضو اعمليها بنفس الطريقة، بس حاولي بقى تفككيها في الاول. وبعد كده هي مجرد ما تتحط في المية السخنة بتفك بقى الباقي معاكي بطريقة سهلة زي ما انت شايفة كده. ما بتاخدش 3 دقايق ولا 4 دقايق على النار وبتكون خلاص اتسلقت وخلصت. بنجيب بقى الورق اللي فكيناه في الاول برضو بنسلقه بنفس الطريقة دقيقة واحدة كده في المية اللي بتغلي دي، علشان لو سبتيها اكتر من كده الورقة هتلاقيها اتهرت معاكي. وباخد برضو كام ورقة كده لونهم اخضر، بس الاخضر الفاتح انا بعمله، ما بعملش الغامق قوي. وخلاص كده بقى هبدأ بقى، هو غسلته وبردته. هبدأ بقى ايه نعمل مع بعض كده نقطعه مع بعض. بنشيل العنقود كده العرق بتاعها دي ونقطعها بقى حسب حجم الورقة. انا قطعتها 3. لو انت ورق الكرنب معاكي كبير قطعيها 4، كبيرة قوي قطعيها 5، او حسب ما انت عايزة صباع المحشي قد ايه. بس هو الصباع كده بيبقى وسط وحلو. بنقطع، انا قطعت الورقة 3. وتبتدي بقى برضو كل جزء كده تقطعيه على حسب مقاس صباع الكرنب اللي انت هتحشيه، صباع المحشي اللي هتحشيه. بتقطعيه كده وتجهزيه في مصفى زي ما انا بعمل كده عشان يبقى سهل معاكي وانت بتحشي، يبقى جاهز. ونخلص الحشوة بسرعة. بتسهلي على نفسك عشان ما تاخديش وقت وانت بتحشي زي ما انا بعمل كده. بتقطعيها بقى قطع كده حسب ما انت عايزة حجم صباع المحشي قد ايه. اهو بالطريقة دي برضو ممكن بالمقص تشيلي برضو العرق ده بالمقص كده، وتمسكيها تجمعيها مع بعض وتقصيها برضو كده 2 أو 3 حسب حجم الورقة. يعني انا دي قصيتها 2 بس. انا بستعمل الاخضر الفاتح ده بيبقى حلو قوي، برصه كده تحت. لكن انتي لو مش حباه عادي ما تعمليهوش، ما تسلقيهوش اصلا. اهو زي ما انتم شايفين كده بجمع الورقة كلها مع بعضها وبالمقص كده اهو، ونقصها 3. الحرف برضو لو مش عاجبك بتشيليه كده، بتساوي الورقة معاكي عشان تبقى متساوية. وتبدأي بقى ايه تقطعيها برضو قطع كده على قد الصوابع وترصيها فوق بعضها في قلب المصفى.
زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بالمقص برضو، بس انا بعملها بايدي بتبقى سهلة كده. خلصت خلاص الكرنبتين بتوعي اهم. هبدأ بقى اعمل الخلطة. جبت معلقتين زبدة ومعلقتين زيت على النار، وكنت مقطعة 3 بصلات كبار. هنزل بنص البصل بس في قلب الزبدة والزيت ده، والنص التاني بنحطه بقى على الخلطة وهو ني كده. البصل الني مع الخلطة بيديها طعم حلو قوي، وبيدي المحشي طعم حلو قوي، بيخليه خليط كده ما بين المحشي الني في ني والمحشي المتسبك. بنحمر البصلة كده نخليها ذهبي. زي ما انتم شايفين كده، يبقى لون البصلة كده ذهبي، يعني مش غامق قوي. وننزل بقى بالصلصة بتاعتنا. انا حطيت صلصة مجهزاها في الفريزر قبل كده. لو عندك صلصة انتي ضربها في الخلاط، طماطم عصير طماطم، حطيه عادي. بهاراتنا بقى معلقة فلفل اسمر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كزبرة، وكمون، و7 بهارات، ومعلقة 3 معالق ملح صغيرين، وشطة بقى لو حابة. وتقلبي كل البهارات مع الصلصة كده وتسيبها تتسبك. وخلاص كده غسلت بقى الرز بتاعي اهو. الكرنباية الوسط بتاخد نص كيلو رز. وغسلت الخضار. لو انت بقى عاملة كرنباية وسط كبيرة، بتعملي الرز على قدها. هي الوسط بتاخد نص كيلو، لو اكبر بقى كيلو الا ربع كده، حوالي كيلو الا ربع. انا عاملة كيلو رز اهو على الكرنبتين والخضار بتاعي. ونزلت بقى بالتسبيكة بتاعتي فوق الرز والخضار والبصل الني، وهنقلب بقى كله مع بعض. البصل الني زي ما قلتلك هيديكي طعم حلو قوي قوي للمحشي. خلاص كده خلطتي جهزت، والورق بتاعي مقطعينه ومجهزينه في المصفى. هنحشي بقى مع بعض كده كام واحد، عشان برضه ابقى اوريكم كل الخطوات، حتى خطوة الحشو يعني. لحبايبي بناتي اللي لسه اول مرة يحشوا، هو سهل جدا. بنحط شوية الرز كده صغيرين، ما تكتريش رز كتير برضو في الورقة، وتلف كده. عشان لو كترتي رز برضو كتير هتلاقي الرز ملى الحلة معاكي، وطلع المحشي يعجن منك كده وميبقاش مفلفل. فما تكتريش رز بسيط كده في قلب الورقة، وتلفيها كويس كده عشان برضو ما تفكش معاكي. سهلة جدا اهو زي ما انتوا شايفين اهي. ما شاء الله مش بتفك ولا اي حاجة، متماسكة. يعني لف كويس كده زي ما انت شايفة. يعني انا حابة اوريك الخطوات خطوة خطوة علشان تبقي معايا من الاول، ويطلع معاك النتيجة ان شاء الله مظبوطة. بتحشي بقى بنفس الطريقة دي كل الكمية لحد ما تخلصيها. مش هياخد وقت معاكي برضو ولا مجهود ولا اي حاجة. ونرصه بقى في الحلة بتاعتنا. وخلاص كده خلصت الكمية بتاعتها اهي، حشيتها وخلصتها. نبدأ بقى نزودها مع بعض. كنت شايلة بقى 3 معالق كده صلصة من تسبيكة من اللي احنا عاملينها بنحطها عليهم. وكنت حاطة بهارات وفلفل اسمر برضو. وبنزل بمعلقة هريسة شطة لو حابة، او شطة بودرة لو مش حابة حمي خلاص. وبقى الشوربة بتاعتنا نبدأ نزودها كده، ما تزوديش للآخر، يا دوب كده المحشي يبقى باين معاكي، يعني اقل من الوش بحاجة بسيطة كده. بياخد معاكي نص ساعة على النار، ويبقى بالشكل ده على نار عالية لمدة 10 دقايق. وبعدين تهدي النار لحد ما يستوي معاكي، يبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. مستوي جدا وشكله زي ما انتوا شايفين. يعني ما اقولكيش بقى الريحة كمان عاملة ازاي، ما شاء الله ريحته جامدة جدا. يلا جربوه بقى، وبألف هنا وشفا مقدما. وقولولي بقى في التعليقات ايه رأيكم. ولو حد بيعمله بطريقة تانية غير طريقتي برضو يقولي في التعليقات. احنا كلنا هنا بنتعلم من بعض. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بقى، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا وصفاتي اول باول. واشوفكم على خير.